السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معاكم ماء العربي. طبعا في المحاضرة دي إن شاء الله هتكلم عن الجزء العملي ك كورك يعني أو كبروسيس texture painting جوه substance painter. طبعا زي ما وضحت اوريدي قبل كده ان في المحاضرات اللي فاتت يعني ان يعني بروسيس التكتشرنج كدراسة يعني علشان ندرسها يعني أو ندي فيها كونتنت هي طبعا يعني طبعا اللي عارفني او الحمد لله او اللي معايا اوريدي عارف الشرح ومعايا في الكورس او متابعني من زمان يعني عارف ان دايما بحب اخد الحاجة من الاساسيات يعني مش يلا ورشة وطبق وشكرا، لا يعني انا هدفي ان انت تطلع فعلا بفاليو مش موجودة في اي كونتنت تاني، او يعني اذا كانت موجودة مثلا بيكون صعب شوية الوصول ليها او كده. اهم حاجه يكون الكلام فعلا مفيد وبيخدم بيخدم قيمه او بيوصل معلومه يعني ايه مهمه جدا ومش في المتناول قوي يعني. فزي ما وضحت قبل كده حتى يعني علشان يعني اللي بيتابع انت كمشاهد او كارتست بتتابع وعايز تستفيد من الكونتنت ده، فدي معلومه ليك يعني. دايما ابقى عارف كده ان لما تيجي داخل على التكتشر، انا مش عايزه اعمم الكلام قوي لان الكلام بصراحه يعمم برضو على الانفايرمنت، ودي نقطه انا وضحتها كتير جدا جدا في سياق الكورس بالفعل. بس مسألة التكتشر علشان نيجي ندرسها صح يعني لازم تكون عارف ان الموضوع لازم بيتم تناوله من بعدين يعني، او من يعني في نقطتين لازم تحطهم في الاعتبار. اول نقطة الجزء التكنيكال اللي احنا حالا هنوضحه ان شاء الله وهنشتغله بشكل عملي يعني، وتقدر انك تطبق طبعا معانا وتستفيد وتطلع النتائج دي كبراكتس ليك يعني. الجزء التكنيكال الخاص في اول جزئيه اللي هي الجزء التكنيكال الخاص بالسوفت وير نفسه اللي احنا هنتكتشر فيه، واللي هو في حالتنا هنا سبستانس بينتر. بنعمل ايه التكنيك ده، نظبطه ازاي نطلع التكتشر بشكل مش عارف يبقى عامل كذا، ازاي نحقق اللوك ده، ازاي نظبط يعني الماتيريالز بتاعتنا وكل القصص دي كلها كبروسيس تكتشر بينتنج يعني. فده البعد الاول او الجانب الاول. الجانب التاني اللي هو يعني الجانب التاني ده اللي هو كترتيب اصلا احطه رقم واحد يعني، وهو الجانب الفني من الموضوع. ازاي اتكتشر يعني في فرق بين ان انا ازاي اعمل التكتشر ده او ابلاي التكتشر ده جوه سبستانس بينتر، وفي فرق بين ان انا ازاي اصلا عيني انا تاخد القرارات دي، ازاي اتكتشر بقى يعني ازاي ان انا يعني بالظبط كانك انت اتعلمت مثلا ايه فوتوشوب وعرفت الادوات وكل القصص دي كلها، وعرفت لما تيجي ترسم مثلا الحته دي بالشكل ده تعملها من التول دي، لما تيجي ترسم الجزئيه دي هتعملها بالطريقه دي او بالتكنيك ده. اوكي انت عارف ده، بس انت مش عارف امتى بنعمل ده بقى يعني، امتى بتاخد القرار ده او امتى يعني بترسم ازاي بقى يعني انت بقى يعني لوحدك بقى من غير ما تكون بتتابع كورس ولا توتوريال. انت عايز تتكتشر شيء معين، ازاي تعمل ده. فالجانب ده ضروري جدا يعني. فبنتناول المواضيع من جانبين، جانب فني وجانب تقني. تمام، جانب ارتستيك وازاي ان انا يعني ايه مبادئ التكتشر اصلا، ازاي ان انا اتكتشر يعني. تمام في العموم. ثانيا الجانب التقني او التكنيكال، ان انا ازاي بقى ايه اوظف برنامج ازاي ابقى شاطر في البرنامج ده علشان ايه احقق الايه النقطه الاولانيه اللي هي ازاي تكتشر اصلا فنيا، احقق الرؤيه الفنيه بتاعتي بشكل عملي بقى. تمام. فالبعدين دول مهمين جدا. معظم الكونتنتس على اليوتيوب يعني معظم الكونتنتس بشكل عام بتتناول دايما الجانب التقني اللي هو يلا ازاي تعمل مش عارف ايه، ازاي كذا، يلا تعمل واحد اتنين تلاتة النتيجة طلعت تمام اوكي. ازاي بقى انا اصلا يعني انا اخد القرار وابقى فاهم ان عشان النتائج تطلع حلوة كده لازم اعمل ده. مش عارفه انتوا لاقطين الفكره ولا يعني ككونسبت، ازاي انا بقى اصلا ابقى فاهم ده يعني ازاي ابقى فاهم ال ان انا يعني ازاي اشوف الحاجه بالطريقه دي يعني. انت ممكن تلاقي اتنين باصين على نفس الريفرنس، بس واحد طلع نتائج خرافيه، واحد تاني طلع نتيجه كويسه وهو ده الريفرنس بتاعه، هو ده شاف اكتر من اللي الاولاني شايفه. شاف ايه بقى خلاه يطبق ده؟ هنا السؤال، هنا الجانب الفني اللي يخليك تحلل اي ريفرنس انت تشوفه بشكل متقن جدا علشان تحقق النتائج دي بالفعل عندك، وده تم تناوله في سياق الكورس بما يكفي.
وكذلك برضو في المحاضرات اللي فاتت يعني. فالمرة دي هيكون الفوكس بتاعنا بقى على الجانب التقني، تمام، مع طبعا التطرق وغصب عننا لازم هنذكر الجوانب الفنية او النظرية اللي احنا اوريدي درسناها مع بعض في بروسيس الريفرنس ستادي، علشان نطبقها هنا. فكده كده هنتعرض ان شاء الله للاتنين، بس المرة دي يعني الجانب ده او الجزء اللي احنا حالا هنشرحه دلوقتي او داخلين فيه دلوقتي، ده هو ده الجزء العملي اللي هنتعرف فيه بقى على برنامج سبستانس بينتر، وهنتطرق بقى للتولز بتاعته وبشكل غير ممل بالمرة ان شاء الله خالص، عشان جزئية التولز دي يعني انت لو انت بتبتدي من الصفر، انت بالنسبة لك سبستانس بينتر ده حاجة كده جديدة خالص، فانت هتعرف تطبق معانا عادي جدا جدا، لان هنشرح المواضيع بشكل مبسط جدا باذن الله، وبشكل آم، يعني مركز على النقط الاساسيه داخل في الموضوع على طول، من غير ملل، ومن غير ما نشرح كل حاجه مش عارف فاللي احنا بنعمله دلوقتي ده اسمه project based learning. انت دلوقتي بتتعلم بيزد على project، كويس، في نفس الوقت بتاخد key elements كده او نقط كده اساسيه، هي دي اللي انت تقدر تطبقها في اي process picture انت بتعملها، بعيدا عن اللي احنا بنطبقه حالا في الورك شوب دي. فخلونا نبتدي دلوقتي. طبعا بعد ما عملنا preparation للموديل بتاعنا وظبطنا اليو في، ظبطنا اليوديمز، ظبطنا اليو في سيتس بشكل عام بيزد على الطريقه اللي احنا هنتكتشر بيها هنا، وبرضو كذلك ده الجزء ده تم تغطيته بالفعل. فكده كده هتلاقي الموديل اتاتشد، هتلاقيه موجود انك تطبق معانا. الموديل هيكون مرفوع باليو في بتاعه اللي انا عاملاه له كل حاجه، بحيث انك تابلاي التكتشرز دي. اما طبعا لو حابب يعني لو اي حد عايز يفهم تفاصيل اليو في وازاي والقصص دي كلها، فبرضه الجانب ده تم تغطيته بالفعل قبل كده. فخلونا ندخل على طول في الموضوع. واول ما بنفتح سبستانس بينتر بنلاقي بالشكل ده، يعني انا متعمده ما اضغطش اكس حتى هنا على اول ما بتفتح سبستانس بينتر بتلاقي الانترفيس دي. هو سبستانس بينتر لذيذ جدا، هو والله شبه فوتوشوب من قبل ما ادوبي تاخده اصلا، يعني هو دي الانترفيس بتاعته، ما اتغيرتش يعني تقريبا كتير يعني. نفس نفس يعني قريب جدا من فوتوشوب يعني كمبادئ، ان هو برنامج شغال بيزد يعني layer based ابلكيشن، يعني ما هوش نود بيزد، قريب قوي من فكرة فوتوشوب يعني. طبعا تقدر تشوف من هنا انا مستخدمة انهي فيرجن، مستخدمة الفيرجن دي. طبعا الفيرجن دي بالنسبة لناس كتيرة قديمة شوية، بس هي حلوة تمام، كويسة، ستيبل إلى حد ما، تمام. حابب تطبق معايا من أول سبستانس 2 أصلا يعني لو عايز تشتغل من أول فيرجن 2 ف very welcome، انت تقدر تابلاي برضو اللي احنا هنتكلم عليه ده من هنا. طبعا بهزر يعني، هو هتقدر طبعا لو انت معاك فيرجن 2، بس ما اعتقدش حد دلوقتي بيتابع مستخدم فيرجن 2 يعني. انا اول نسخة اشتغلت عليها تقريبا كانت فيرجن 2، يعني حاليا طبعا احنا واصلين لفيرجنز اعلى من كده بكتير يعني. يعني اي فيرجن ان شاء الله تقدر تطبق عليها اللي احنا بنتكلم فيه ده، لان انا مش بستخدم حتى في الورك شوب دي ان شاء الله في التوتوريال ده كله كده مفيش اي تعرض لسمارت ماتيريالز جاهزه والقصص دي، مع احترامي للسمارت ماتيريالز يعني، تمام. فاحنا بنعمل كل حاجه احنا هنعمل احنا كل حاجه بايدينا يعني باذن الله. طيب خلونا ناخد فكره عن الانترفيس سريعا كده بشكل سريع. اول ما بتفتح سبستانس بينتر بيظهر الويندو دي. عايز توتوريالز، عايز يعني تقدر تدخل بقى على الاونلاين دوكيومنتيشنز بتاعتهم والسبورت بقى بتاعهم وكل الحاجات اللي هم عارضينها هنا دي. آم، طبعا البرنامج ممكن يبقى الجزء ده متغطي فوق هنا، بس هنا هنلاقي عادي الحاجات العادية، المنيو بار يعني الحاجات العادية، الفايل والإيديت والويندو، الحاجات العادية اللي احنا عارفينها يعني مفيهاش حاجة. على الشمال هنا هنلاقي فيه اللي هي التولز دي، مش بنتعرض لها غير في سياق أثناء واحنا شغالين يعني، مش بنيجي هنا كتير. عامة التكتشر سيت ليست، الملامح هتبان اكتر لما نيجي نimport فايل احنا عاملينه، لما نيجي ندخل الموديل هنا الملامح دي هتبان اكتر، يعني ملامح اليوزر انترفيس يعني. التكتشر سيت ليست هنا بتكون موجوده هنا، التكتشر سيتس، اليوديمز والحاجات بتاعه الموديل نفسه اللي بندخله امبورت. هنا اللايرز اللي هي اللي انت بتشتغل بيها زي فوتوشوب فعلا، اللايرز اللي انت بتشتغل بيها عليها هنا بتكريت لايرز وبتشتغل. تحت هنا البروبرتيز بتاعه اللايرز والحاجات اللي بتكون شغال عليها. التكتشر سيت سيتنجز برضو ملامحها هتبان اكتر لما ننزل الموديل اصلا يعني. فخلينا ننزل الموديل بتاعنا الاول. وطبعا تحت هنا الاسيتس، جزء الاسيتس اللي هو الخاص بالتكت الماتيريالز
البيزك الماتيريالز العاديه خالص، الالومنيوم، البلاستيك، اللي مش عارف ايه، الحاجات البريسيتس الجاهزه بتاعه الماتيريالز الشائعه يعني. هنا السمارت ماتيريالز، والسمارت ماتيريالز بتكون عباره عن ماتيريال مركبه، يعني بتكون ايه، حاجات بقى جاهزه، يعني يلا خد كروم اهي، خد تشاركول فحم، خد جاهز فحم، خد جولد، يلا حاجات جاهزة يعني، مش تمام. وكويسة، ما بقولش ان هي كويسة جدا يعني، بس انا عشان احنا بنتعلم، فانا عايزة اللي بيتفرج يعمل الحاجة دي هو بايده من غير ما يستخدم حاجات جاهزة، يفهم الحاجات دي بتتعمل ازاي يعني، او بناء على ايه. طيب عندنا هنا السمارت ماسكس، تحفة جدا، هنجيلها قريب جدا، هنجيلها كتير واحنا شغالين. دي برضو بتكون ماسكات جاهزة، بتتتبع الايدجات، مثلا حاجات زي الكافيتي روست، حاجات زي الديرت كافيتيز، حاجات زي الاكلوجن، الامبيانت، يعني هنلاقي حاجات في ماسكات بتارجت ايه، الملامح بتاعة الموديل باشكال مختلفة يعني، ماسكات جاهزة يعني. تمام. عندنا هنا في الجزء ده طبعا الفلترز، هنجيلها برضو، البراشز، اشكال الالفا براشز، اشكال برضو الفا اكتر، حاجات زي كده الفا برضو، ممكن تبقى برش وممكن تبقى ستنسل، هنفهم يعني ايه ستنسل هنا طبعا. انت لو معايا في الكورس برضه تبقى فاهم مبدأ الستنسل ده عادي جدا يعني، في 3D كوت وزي برش والقصص دي كلها، التكتشرز، ال HDRIs طبعا، الانفايرمنت HDRIs، وبس كده. طيب خلونا بقى نعمل الاول بس كده import للموديل. فهاجي عند فايل واقول له نيو، واول ما نيجي نعمل نيو بروجكت هنلاقي الويندو دي. عندنا التمبلت، عندنا بي بي ار ميتاليك رفنس، عندنا بريسيتس كتيره جدا في التمبلت. انا هسيبه زي ما هو على البي بي ار ميتاليك رفنس، علشان اصلا احنا فعلا عايزين نشتغل على البريسيت دي، يعني شغالين بي بي ار ميتاليك رفنس، فانا عايزه اختار البريسيت دي، واختار اللي هي الالفا بلند، مش هختار حاجه تانية عشان في كذا اوبشن اصلا في الميتاليك رفنس، فانا هختار على الالفا بلند دي. كويس. عندنا البروجكت سيتنج والدوكيومنت ريزولوشن. طيب بصوا الدوكيومنت ريزولوشن دي يعني عامة لو انت عارف الكلام ده تقدر تسكيب براحتك، بس انا هتكلم على الحاجات دي لو حد لسه من الزيرو تماما يعني في الجزئية دي، فمعلش هوضح شوية حاجات بس بالتفصيل شوية. الدوكيومنت ريزولوشن اللي هي الريزولوشن بتاعت الايه، الفيو بورت نفسه. يعني احنا في سبستانس هنا واحنا شغالين في الفيو بورت بيبقى فيه ريزولوشن، فهو يقصد الريزولوشن دي، تمام، مش الريزولوشن بتاعت الايه، ولا كده كده الريزولوشن حتى بتاعت الايري اللي هو الريندر اللي في الريل تايم ريندر اللي في سبستانس بينتر يعني، بيرندر لك بيزد على الريزولوشن ديت يعني، بتاعت الفيو بورت. فعامة لو احنا الجهاز بتاعنا او كارت الجي بي يو يعني متوسط، او يعني مقلق منه شوية، خلينا على ال 1K يعني، تمام. 2K بالكتير، تمام. 4K لو الدنيا معاك تمام، لو يعني ماشي يعني تقدر تعلي براحتك، بس نقدر نتحكم في دي عامة بعد ما، يعني مش مجرد يعني بعد ما عملت لها ست اقدر اتحكم منها تاني عادي جدا جوه، هنشوف دلوقتي. تمام. هخليها على ال 4K، بس حاليا النورمال ماب فورمات هخليها على الدايركت اكس مش على الاوبن جي ال، هسيبها على الدايركت اكس عادي. لو انت عايز تفهم ايه الموضوع ده، الفرق بين الدايركت اكس والاوبن جي ال، فموضوع ليه علاقة بالنورمال، تمام، بالدايركشنز بتاعت النورمال. يعني انت مثلا لو كنت عامله على اوبن جي ال، جيت تدخل التكتشرز دي اون ريل مثلا، هتحتاج انك تعمل فليب للجرين تشانل، تمام، بالنسبه للنورمال يعني، فهي بس بتكون العكس يعني. عندنا هنا في اليو في تايل سيتنجز، هنا في اليوديمز طبعا شغالين باليوديم ورك فلو زي ما وضحنا برضو قبل كده. هختار طبعا ان هو يعمل paint over across material enable painting across tiles. فدي لازم تكون ايه، لازم تكون معانا يعني تشيكت، مش هخليها ليجاسي خالص، عشان كده هيتعامل بيزد على كل باتشيه لوحدها. انا مش عايزه كده، انا عايزه ان هو يتعامل على الماتيريال، وان هو يبينت اكروس تايلز يعني. طيب مش هعمل امبورت طبعا لحاجه خالص. ممكن تلاقيه باي ديفولت عامل اوتو ان راب، فاعمل ان تشيك طبعا، ما تخلوش هو يعمل اوتو. شكرا، احنا عملنا يو في ليه يعني، تمام. فبيبقى تعبان قوي 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 الاوتو ان راب بتاعه، فبلاش. تمام. بس كده نيجي بقى عند الفايل اصلا اللي احنا عايزين نجيبه. فهضغط هنا كده ايه، سيلكت، ويختار الموديل الدريل بتاعنا، واقول له ايه، اقول له اوكي.
يبتدي يعمل import، نزل لي الموديل بالشكل ده كده. تمام. زي ما قلنا ملامح اليو اي اصلا هتبتدي تبان اكتر لما نعمل import للموديل بتاعنا. طيب زي ما شفنا كده الموديل بتاعنا نزل عادي جدا اهو. خلينا بسرعة كده. النافيجيشن في Substance Painter انت طبعا ايه، Alt وميدل ماوس بوتون هيعمل كده بان، Alt وليفت كليك على الماوس هيعمل ايه، روتيشن بالشكل ده. حلو. Alt ورايت كليك مع بعض هيعملوا زوم ان على الموديل، وتقدر تعمل زوم ان من الايه، من السكرول بتاع الميدل ماوس بوتون عادي جدا، اللي هو الايه السكرول ده. تمام كده عادي جدا. وبس كده. تمام حلو قوي. طبعا لو تهت كده وضغطت اف هيعمل فوكس عليه. تمام. لو ضغطت الت وجيت بره الموديل كده ورايت كليك معلش لا ثانيه، شيفت ورايت كليك وقعدت اعمل كده، شايفين بيقوم لافف الاتش دي ار اي بتاعتي بالشكل ده يعني. كويس. خلونا نعيد تاني بقى بسرعة كده على الانترفيس. زي ما قلنا احنا هنا الانترفيس اتغيرت اساسا خالص لما دخلنا الموديل. طيب عندنا هنا في التكتشر سيت ليست اللي هي الايه، اللي هي دي الحاجات. بصوا شايفين اللي هي يعني مثلا البيز اهو لوحده، البودي ميتال، الحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها المحاضرة اللي فاتت لما جينا نعمل اليو في اصلا. كويس. تمام. جزء الديكال اهو، هو مش باين هنا عشان هو اصلا الدنيا بيضة خالص اهو. تمام حلو. الفرونت ميتال الجزء ده دي اهو. هخفي كل حاجة زي ما احنا ايه شايفين، ونعيد تاني اهو. بيز، يلو بلاستيك اهو شايفين. فكل حاجة على حدة طبعا، كل حاجة واخدة ماتيريال واحدة، بيبقوا ظاهرين ايه مع بعض زي ما احنا شايفين كده. فالجزء اللي تحت ده كله من مايا جاي واخد ماتيريال واحدة اسمها بيز زي ما هو متسمي كده، اللي هو المين شيدر بتاعنا اهو بيز. اليو في تايلز عندنا جايب لك ان كل حاجة واخدة ماتيريال متقسمة على كام باتشاية، او النيمز بتاعت الباتشات بتاعتها او اليودم بتاعتها، اليو في تايلز بتاعتها على ايه. فزي ما احنا شايفين كده يعني الدنيا واضحة اهو. البادي ميتال مثلا واخد باتشات كتير شوية اهو. تمام. ال الهاندل، جزء البادي الاساسي بتاعنا اصلا اهو واخد 6 يودمز. طبعا انا معليه الدنيا كده شويه على موديل صغير زي ده بس علشان نوضح التكتشر باعلى ريزولوشن ممكنه يعني، وفي نفس الوقت الموضوع ما يهنكش مننا ويبقى سهل في التنفيذ يعني. تمام. طبعا ده مش يعني عدد اليودمز ده احنا وضحنا برضو احنا حطيناه على اي اساس قبل كده، فخلونا ننجز. اليلو بلاستيك اهو. تمام. فهنا التكتشر سيت، هنا التكتشر سيت موجوده بالشكل ده. التكتشر سيت هنا لو انا مثلا جيت عند الهاندل دي. كويس. بالمناسبه انا اقدر اتنقل من تكتش من جزء للتاني بان انا يعني افرض مثلا انا تهت مثلا مش عارفه عايزه سيلكت البودي ميتال من غير ما ارجع بقى تاني هنا للايه، للتكتشر سيت. هتفهموا هتقدروا قيمه النقطه دي بس واحنا شغالين هتفهموا قصدي ايه. اللي عايزه اسلكت حاجه من غير ما ارجع تاني اسلكتها من هنا، بتضغط كنترول الت مع بعض ورايت كليك بالشكل ده، فهتلاقوه ايه اهو مثلا كده. فتروح ايه عامل سيلكت اهو، كنترول الت رايت كليك اهو، راح عامل سيلكت للبيز. فاقدر اسلكت البورتس دي من الفيو بورت بالطريقه دي يعني. حلو قوي. طيب هنا لو جيت اضغط على علامه العين دي شو اول هايد اول، تمام حاجات بسيطه. هنا يعمل سولو على الفوكس مود، يعني بقى اسمها فوكس مود دلوقتي. تمام. يقدر يعمل فوكس مود على يعمل فوكس على البورت ده تحديدا. عملت ده كده فهيظهر لي ده بس. الطريقه دي مفيده جدا 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 وانت شغال والدنيا بدات تتقل معاك يعني، مع كتر اللايرز والتكتشر بقى في النص تلاقي الدنيا بدات تتقل. الفايل ممكن يدخله في 2 جيجا بقى وحاجات زي كده. فعشان الدنيا بتتقل فواحده واحده بنعمل ايه بقى عشان ما يبقاش الدنيا لاجي قوي كده واحنا شغالين، ان احنا نبتدي نهايد الاجزاء اللي انا ايه مش محتاجها. اعمل فوكس على البارت ده لو انا بتكتشر ده تحديدا بالشكل ده، او لو انا عند الهاندل دي مثلا اعمل لها فوكس بالشكل ده فيهايد بقيه الاجزاء على ما تكتشر دي. فدي ايه بتخلي الدنيا اخف معايا كتير جدا 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 يعني. تمام. حلو جدا. لو جيت برضو هنا في السيتنجز يعني حاجات تقدر تكتشفها بقى بس يعني دي بنتطرق للحاجات المهمة هنا زي ما قلنا. التولز العادية، البرش، الإريزر، البروجيكشن، يعني هنجي الحاجات دي في سياقها الخاص بيها يعني. هنا الجزء ده طبعا دي البريسيتس الخاصة بالبرش. طبعا Alt
ورايت كليك، معلش ثانيه، كنترول رايت كليك يعلي السايز بتاع البرش. فوتوشوب يا جماعه، تمام، فوتوشوب بجد يعني. نيجي بس الحاجات بقى اللي هي مش فوتوشوب قوي اللي هي الحاجات اللي زي هنا مثلا. لو ضغطت هنا الاقي هنا عندي 3D 2D كده، هيعمل لي على الفيو ال 3D وال 2D مع بعض. فكده طبعا يبين لي المنظر بتاع الايه اليو في لاي اوت على جنب. طبعا بنحتاج احنا نحتاج نيجي للاجزاء دي كتير. كده هيعملوا 2D only، كده هيعملوا 3D only، وهكذا. حلو. الجزء ده خاص بالبرسبكتيف فيو، او عايز تخليه على الاورثوجرافيك فيو بالشكل ده، لا احنا ما بنشتغلش كده حاليا يعني. تمام، خلينا على البرسبكتيف عادي. هنا نعمل كده شويه. اه آه، دي ما بلاش نلعب فيها، بتضايق جدا لو لعبت فيها، بلاش تلعب فيها، نصيحه يعني. هنا الريندرنج، هنا الايري. لو انا اجي اعمل ريندر او اشوف الريندر، الريندر ايمج بتاعتي عامله ازاي. حلو قوي. هنا اللايرز كويس قوي. عندي هنا المود يظهر لك البيس كولر ولا الهايت ولا النورمالز. كل الحاجات دي برضو يعني يعني ضغطت نوعا ما بالتفصيل برضو وخلاص اوريدي. يعني عشان بس الموضوع ميبقاش ممل، فهنفهمها اكتر وهنفهم احنا بنعمل ايه هنا لما على الاقل نبيك. تمام. هنا برضو اد افكت، اد ماسك، اد لاير، هي حاجات بسيطة خالص. هنا الديسبلاي سيتنج، لو انت عايز تغير الانفايرمنت ماب، عايز تعدل الاكسبوجر، عايز تعدل الحاجات دي كلها كده. هنا برضو الشيدر سيتنجز، الكونفيجريشن الخاصة بالشيدنج يعني، الشيدر قصدي. هيستوري، اللوج طبعا ده ده مهم قوي. اللوج ده على فكرة جدا يعني. ايه اهميته في ايه؟ ان انت لما بيجي عندك ايرور في الموديل، بنقعد بقى نتضايق ومش عارف ايه، اللي هو انت ببساطة اقرا هو كاتب ايه واعرف حله وبس كده يعني. ففي حاجات كتيرة جدا، بس كل اللي البرنامج بيبقى طالبه منك انك تقرا. في ناس مش بتقرا اصلا. ده احمر، ده ايه؟ عندي مشكلة. طب ما تشوف طيب ايه المشكلة، ريد. تمام. فاللوج هنا ده مهم جدا جدا جدا، عشان بيحدد لك بالظبط عندك مشكلة في انهي حتة، في انهي باتشاية، في انهي مش عارف. فمهم قوي 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 اللوج ده، بيبقى ظاهر تحت هنا عامة برضه. ايه تاني عندنا؟ البروبرتيز دي قلنا البروبرتيز الخاصة باللاير اللي فوق. البروبرتي هنا دي خاصة باللايرز اللي فوق. حلو. هنا التكتشر سيت سيتنجز، وهنا ايه هنجيلها حالا. دي هنا بقى اللي نقدر نعدل من عليها السايز. تقدر ترجع السايز اللي هو الريزولوشن من 4K ل 1K براحتك يعني. اكيد مش هنقل عن 1K طبعا. تمام. آم، وهنا التشانلز عندي، البيس كولر، الهايت كذا. انا هاجي بقى عند كل واحدة من دي كده، وهضيف، هزود انا الامبيانت اوكلوجن. ازود الامبيانت اوكلوجن، هنفهم ليه. معلش لو بنتطرق لتفاصيل انت ممكن تكون عارفها بس غيرك مش عارفها، لان احنا قلنا في البدايه ان هو all levels، فاستحملوا معانا بقى معلش. فاحنا لما نيجي نجيب الحاجه من ايه، من تحت شويه، ما نزهقش، عشان بس ايه الناس تبقى عارفه تتابع اللي اول مره يتفرج على حاجه لها علاقه بسبستنس اصلا يعني. حلو قوي. طيب اللي انا هاجي اعمله دلوقتي، طبعا انا ليه زودت الامبيانت اوكلوجن؟ علشان في البروبرتي سيتنجز هنا لو جيت مثلا نزلت اي لاير من غير ما اضيف الامبيانت اكلوجن اللي هي الاي او، ما كنتش هلاقيها موجوده. فعشان كده انا زودتها، عشان انا هحتاجها معايا في البروبرتيز هنا يعني. اوكي. طيب اللي هنيجي نعمله دلوقتي ايه بقى؟ يلا نتكتشر؟ لا طبعا انا مش بنعمل كده. بنعمل حاجه الاول اسمها بيكنج. تمام، برضو تعرضنا للحاجات زي كده قبل كده، بس خلونا يلا سريعا تاني. بروسيس البيكنج دي هي بالظبط البروسيس اللي احنا يعني لما تيجي تبيك الموديل جوه سبستانس، فانت او جوه اي حاجه تانية. هو البيكنج مش مرتبط بسبستنس بس يعني، تمام، ده كونسبت في ال 3 دي يعني. ففكره البيكنج ان انت بتبيك او يعني مش عارفه الاقي لها ترجمه او مرادف بصراحه كلمه بيكنج يعني. بس اللي هو انت يعني ايه، بتحط يعني، بيعمل عباره عن بروسيس كالكوليشن. هو بيحسب حاجات خاصه بالمودلز، معلومات خاصه بالمودلز بيتم حسابها يعني. تمام. وبتترجم على هيئة تكتشر مابس. كويس يعني. بيحسب المعلومات. لما اجي اعمل بيك دلوقتي،
هو هيحسب المعلومات، وهنشوفها مع بعض دلوقتي، هيحسب المعلومات الخاصه الكيرفتشر اللي هو مثلا الايدجات بتاعه الموديل بتاعي عامله ازاي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. تمام. الامبيانت اوكلوجن، النورمالز طبعا، الكافيتيز، الثيكنس، الورلد نورمال، الحاجات اللي هي المعلومات دي كلها اللي احنا قلناها حالا دي. تمام. بتتحسب كويس، وبتترجم على هيئة 2D texture maps. هي دي ببساطة بروسيس البيكنج يعني. حلو. ففايدتها ايه؟ فايدتها طبعا ان هو يعني اولا الديتيلز او يعني تفاعل التكتشر اللي انت بتحطه على الموديل والكالكوليشنز دي محسوبة، بتكون اعلى وادق بكتير من لك لما تحط يلا تكتشر او عليه كده من غير بيكنج. ده مش منطقي، مش بيبقى الموضوع غلط، بيبقى غلط، مش اللي هو لا، هو غلط اصلا، ما ينفعش تعمل كده. تمام. لو جيت ترمي مثلا حاجه من الماسكس دي مثلا او السمارت ماتيريال، مش هتطبق عليه صح. ليه؟ لان هو مش قاري الكيرفتشر صح، مش قاري الامبيانت اكلوجن صح، والحاجات دي كلها اصلا معمول عليها الماسكات دي. فالماسك مش هيشتغل، او التوزيعه بتاعه التكتشر مش هتشتغل غير وهو حاسب المعلومات دي او الداتا دي على هيئة ايه؟ على هيئة texture maps. تقدر تشوفها ازاي؟ هنعرف الجزء ده كده برضو ايه مهم قوي، وهنتطرق له بس بعد بروسيس البيكنج يعني. فعلشان اجي اعمل بيكنج لازم طبعا اتاكد ان انا عامله سيلكت على اي تكتشر سيت من دول، و هاجي هنا تحت السيتنجز هنا، وهلاقي هنا في المش مابس هنا بيك مش مابس. طبعا لو انت عندك، يعني لو انا عندي اوريدي تكتشر مابس عايزه ادخلها له هنا من هنا دايركت، اعمل كده عادي جدا يعني. حاجات جايه من مارموسيت مثلا، من كذا، تقدر تدخلها له هنا دايركت، ماشي. تمام. فانا ما عنديش مابات، فانا هخليه بيك من اصل الموديل نفسه. هاجي اعمل بيك مش مابس بالشكل ده. الويندو بتاعت البيكنج دي مهمه قوي. اوت بوت سايز، انت حتى لو شغال 1 كي في الفيو بورت لازم تعلم على 4 كي. ده الاوتبوت سايز. تمام. هاجي هنا بقى عند مثلا ايه، طبعا هنا هنا تقدر تجيب له الموديل اللي انت هتبيك منه. وطبعا احنا اتناقشنا برضو كتير في حتة لو هتبيك من موديل مختلف عن الموديل بتاعك، في اعتبارات كده لازم تتاخد. انا طبعا في حالتنا هنا انا مش هعمل، انا هعمل بيك من نفس الموديل، فهقول له ايه؟ use low poly mesh as high poly mesh. تمام. عشان يبيك من نفس الموديل. تمام. هاجي فين؟ هاجي عند الانتي اليزنج. طبعا اخليه، ممكن تخليه 2 في 2، بلاش 8 في 8، هيبقى عالي قوي. انا هختار ان هو يبقى 4 يعني. تمام. مش هلعب هنا في اي حاجة تاني. هاجي عند النورمال زي ما احنا. الاي دي هخليها على الماتيريال كولر عادي. الامبيانت اكلوجن بقى هنا، خلي السكندري ريز يعني هعليها على الاخر بالشكل ده، واخلي المين اوكلودر ديستانس هسيبها زي ما هي. تمام. ممكن الماكس اوكلودر ديستانس هقللها بس شوية، ممكن اخليها 1 1/10 بالشكل ده. relative هسيب دول زي ما هم، مش هاجي ناحيتهم. الكيرفتشر برضو نفس الحكاية، على الريز بالشكل ده. تمام. هقول له apply to all. كويس. مش هاجي ناحية حاجة تاني اعتقد. تمام بالشكل ده كده. تمام. مش هلعب في حاجة تاني وبس كده. يلا نقول له ايه بقى؟ هنقول له مش هنقول له بيك بيز، ما تقولوش بيك على التكتشر بس، هنقول له بيك سيلكت التكتشرز، ان هو باي ديفولت ان لو جيت في السلكشنز هلاقي اوريدي ان هو عامل سيلكت على كل حاجه. فهقول له ايه؟ بيك. لو انت عايز تستثني حاجه من هنا تقدر تعملها ان تشيك. اكيد مش هستثني اي حاجه، فهقول له بيك سيلكتد تكتشرز.
هنا بقى شايفين بقى هو بيعمل بيكنج. طبعا بروسيس البيكنج بقى ايه؟ يعني احنا لو لو بنعمل بيك لموديل مثلا مبنى، عمارة، برج، دبابة، حاجة كده ايه، حاجة يعني موديل محترم، يعني محترم كمان من حيث من هو مش جيم اسيد بالضرورة كمان، لا حاجة كده ايه، سينماتيك يعني، حاجة كده معمولة فور فيلم برودكشن يوز يعني. آه، الحاجات دي بتكون طبعا مفروضة على باتشات كتيرة جدا، ممكن تبقى اليوديمز بتاعتها أصلا داخلة لها في يعني لا كتير يعني، مش عايزة أخضك بأرقام يعني، بس عادي يعني ممكن في حاجات يتفرد لها يوديمز مثلا 100 على 100 طي على 100 باتش مثلا، على يعني في حاجات كده لا بتاخد يعني، لا في حاجات ضخمة. ففي الحاجات اللي زي كده البيكنج بيطول جدا 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 يعني. اللي هو انت يعني قوم نام شوية مثلا وتعالى يعني، ممكن تاكل حاجة، تعمل مشوار، سيبه يبيك براحته تماما، لانه فعلا ممكن ياخد ساعات من البيكنج. طبعا في حالتنا هنا هو مش هياخد ساعات ولا حاجة، في حالتنا هنا ان شاء الله هيبيك على طول. بس لو هي حاجة فعلا هيفي، يعني التايلز بتاعتنا كتيرة، والتكسل دنسيتي عالية، كل الحاجات مفروضة يعني بضمير، هتلاقي عملية البيكنج فعلا ممكن في بعض الحالات آه، تاخد يعني جزء كبير من اليوم. تمام. فالبيكنج ده ايه يعني؟ لو خلاص انا عملت بيكنج وقوم بقى شوف هتعمل ايه بقى، سيبه بقى يبيك يعني. هنا ان شاء الله خلاص قربنا نخلص اهو، زي ما احنا شايفين ان هو بيبتدي ان هو يبيك الداتا بتاعة الموديل على هيئة تكتشرز، زي ما احنا شايفينها كده على هيئة مابات. فحاليا عند النورمال مثلا، حاليا عند الورلد نورمال. بعد كده هيدخل دلوقتي هو في الاي دي، شايفين هيبتدي يدي اي دي للكالر اي دي. خلص كالر اي دي يدخل في الامبيانت اوكلوجن بالشكل ده. هي دي الداتا بتاعت الموديل، اللي هو الامبيانت اوكلوجن هنا مش عارف ايه كذا، الداتا بتاعتي عامله كذا، البلاك ارياز، الوايت ارياز، هنا يبتدي يبين التفاصيل دي على هيئه مابس. كيرفيتشر الحمد لله لقط، كاتش ايدجت كويس جدا. فهي دي الحاجات الأساسية اللي لازم نخلي بالنا منها. الكيرفتشر من أهم المبات اللي يعني ايه، لو مش متبيكة صح يعني بتعمل مشاكل، وبتعمل مشاكل في الشغل وفي توزيعة التكتشر بشكل رخم يعني. فهسيبه يبيك ونرجع المحاضرة اللي جاية إن شاء الله.